السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة. فضيحة صوفيا تيتما طرز بعد العقيقة ديال بنتها، وليت جمعت اسبوع وعرس ديالها مع الزوج ديالها عمر. شوفوا شنو بارطاجا الزوج ديالها. قال لها ما تبقايش تلوحي تصاورك. قالت له واخا حبي واش كتغير؟ قال لها لا، كيضحكوا عليا صحابي. يعني حط لها داكشي يعني كما تيقولوا بوجهها. ما خلاهاش انها تفرح براسها. وانتم ايضا غتشوفوا بعض المقاطع. انا كانت اول عروسه عنده اللي تنكفات بالذهب، يعني ليزاكسوار كاملين من التاج حتى قلت لكم من المضمه، من التاج المضمه للتشامير، كلشي كان ذهب. لان كانت اول عروسه عنده اللي تنكفات بالذهب، يعني ليزاكسوار كاملين من التاج حتى قلت لكم. وهذا الفيديو هذا خلاها انها يستهزئوا منها بزاف ديال اليوتيوبرز المؤثرين. قالوا لها يعني كيفاش انك اول وحده تنكف بالذهب، يعني دارت من راسها اضحوكه. وما خلاوش ليها. وايضا واحد المقطع اللي خلى الناس يعني يستهزئوا منها ايضا. مابقاوش كيهزوا وليداتهم صغار. فلهذا هذا كان فو بيبي، يعني غير تذكار باش ناخذ به الصور على اساس انها عقيقه لبنتي، وفي نفس الوقت كان احتفال بالزفاف ديالي انا وعمر. فبزاف الناس كيقولوا كيفاش هذا، انا بس شرحت لكم باش تفهموا شنو كاين. كما سمعتوا قالوا لها الناس واش هذيك بنتك اللي هزيتي؟ جاوبات قالت لهم لا، يعني هذيك غير مونيكا. ومن بعد العرس ديالها او العقيقه حصلوا في المصعد هي والعائله ديالها، يعني جبدوهم غير بالكشايف. يعني بصراحه نقول لكم الواحد دائما كيجبد عليه العين بكثره التصاور، بكثره البارطاج، بكثره الفوحان. الواحد دائما خاصو يدير حاجه تكون مستوره باش الله يكمل عليه. والفوحان ودرت وفعلت وتنقفت الذهب ودرت هادي ودرت هادي، الواحد كيجيب عليه العين. وفعلا داكشي اللي وقع ليها حصلوا في المصعديه والعائله ديالها كامله. وش نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا والسلام عليكم.